خلصنا بقى نواعم العيد، هندخل بقى على تسالي العيد. هنعمل مع بعض دلوقتي اجمل ترمس هتاكليه في حياتك، وهقولك بقى على سر المية بتاعته الحلوة دي اللي هتخليه فيها ويطلع معاكي يجنن. اول حاجة هجيب فيها الترمس، انا جايبة ترمس حلو علشان ما بياخدش معايا وقت. هنقعه بقى في مية كده زي ما انتوا شايفين من بالليل للصبح. هتسيبيه ليلة كاملة، هتلاقيه اتضاعف حجمه وكمان لونه فتح شوية، ضروري قبل ما نغليه. بعد كده هاخده اغسله كويس جدا، ده تاني يوم بصوا ضعف حجمه وكمان لونه فتح. غسلته 3 4 مرات كده وشطفته كويس، وجبته بقى حطيته في الحلة وحطيت فيه المية وبغليه، وكل شوية كده بشيل الريم بتاعه وبديله تقليبة بس. في الاول كده ببقى معلية النار، بعد كده بهديها شوية واسيبه بقى يستوي كده على مهله لغاية لما لونه يبقى اصفر خالص، وكمان ادوق كده واحدة الاقي طعمها حلو. بعد ما هيستوي معايا بجيبه بنقعه ساعتين كده في المية، وبغير المية مرتين كده ولا 3، وبعدين بشطفه شطفة كويسة، وباجي بقى احضرله المية اللي انتوا شايفينها دي. هنا انا بحط ملح وليمون وشطة وبابريكا، وبقلبهم كويس جدا في مية كانت مغلية، وسبتها لغاية لما بردت، وجبت الترمس بتاعي ونقعته فيها. بتسيبيه بقى وتحطيه في علبة او في برطمانات. لو الجو حر كده عندك حطيه في التلاجة، لو الجو كويس سيبيه بره عادي مش هيجراله حاجة. وكل ما بيقعد في المية دي بيبقى تحفة. تظبطي بقى الملح والليمون على حسب ما انتي حابة، والبابريكا دي بتديله لون حلو، والشطة بتخليه جميل قوي. وبحط معاه ليمون لو حابة تزودي الليمون وتعصريها كده عليه وانتي بتاكليه، طعمه حلو قوي قوي. كل ما بيقعد في المية دي بيحلو اكتر. يلا قومي اعمليه. سلام.